يا جماعة معاكم شيلة. النهاردة هنكمل حكاية الطباخة الشاطرة ياو اللي اتنقلت بيها الزمن من العصر الحديث للعصر القديم، ويا ترى علاقتها بشياو هتتطور من إعجاب لحب ويتجوزوا ويعيشوا في تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات. واللي ما شافش الجزء الأول من الملخص هسيب اللينك في الديسكريبشن، ويلا بينا نبدأ قصة الأنمي. طبعا حبيبتنا ياو بقت رئيسة الطهاة لمطعم البيت السماوي، وشياو فخور بيها جدا وواقف قدامها وشه أحمر، وهي خلاص هتموت من الكسوف. مفكرة بقى إنه هيقول لها أنا بحبك وبموت فيكي وعاوز أتجوزك حالا، بس صدمنا كلنا وقال لها ياو أنت تخنتي جدا، دي أسوأ حاجة ممكن الست تسمعها من راجل بعد أنت عندك كام سنة، وضربته في أضعف منطقة عند أي راجل وسابته ومشت. تاني يوم بتصحى ياو نشيطة ومتحمسة لأول يوم ليها كرئيسة طهاة، وبتدخل المطبخ بتلاقيه فاضي، مفيش غير تشونج منافسها اللي مش طايقها، وبيقول لها هم بره روحي شوفي مشغولين في ايه. وبيقولوا لها بقى لما بتطلع لهم بره ان في مطعم منافس فتح قدامهم بالظبط اسمه المقام الحكيم، وان صاحب المطعم ده سمعته سابقاه طباخ من الجيل التاني وابن كبير طهاة المطبخ الملكي، وهنقول له يا جماعه باسم تيان. والناس بره عليه طوابير وزحمه وبيقولوا اكله تحفه، وبتقرر ياو تاخدهم بما انهم فاضيين ويروحوا ياكلوا ويشوفوا المطعم ده، زي المثل اللي بيقول اعرف عدوك قبل ما تدخل معركه وانت مش فاهم اللي قدامك عامل ازاي. وبنلاقي بين قاعد بياكل كانه ما شافش اكل بقاله سنين هناك. حبيبنا الامير جينج الخاين ازاي يروح ياكل في مطعم تاني وهو كان امبارح لسه بيجري وراياه واكلها. الرجاله دول مالهمش امان يا بنات، بيكون همهم على بطنهم وشهواتهم وبس، وزي المثل اللي بيقول اللي عينه زايغه عمره ما يشبع. وهي قاعده تنكف في اميرنا بيحصل مشكله في ترابيزه جنبهم، اتنين بيشتكوا انهم لقوا في اكلهم طوب وشكلهم كده نصابين وعاوزين صاحب المكان يعوضهم بدل ما يعملوا مشكله. وبيظهر فجاه شاب وسيم وبيعتذر لهم، وبيكون المالك والطاهي للمطعم ده تيان، ودفع لهم فلوس 20 قطعه نقديه بما ان ده يوم الافتتاح وهو مش عاوز مشاكل، وهم طمعوا اكتر وطلبوا 100 قطعه نقديه، وتيان ماسك لسانه وعلى اخره وعاوز يشتمهم. حبيبتنا ياو بقى بتتدخل لانها عارفه ان الاشكال النصابه دي كانوا موجودين في معقل الرياح السوداء وبتوقعهم بالكلام بقى، مش ممكن تكونوا انتوا اللي حطيتوا الطوب في الاكل وكمان في خدوش على ايديكم. وبترعبهم لما بتقول لهم انا سمعت ان في ناس من عصابه الرياح السوداء هربانين والجيش بيدور عليهم. اول ما بيسمعوا كده بياخدوا ديلهم في اسنانهم وبيجروا، وتيان بيشكرها قوي على مساعدتها في حل المشكله دي، وبيبدا يعمل زي عرض طبخ كده في وسط الناس. وياو مبهوره بمهاراته في الطبخ وبتتصدم اكتر لما بتدوق الطعم وبتاكل من نفس الفطر اللي طبخته في اليوم اللي وقعت فيه على الارض وراحت الزمن ده، وبتعرف انها نسيت ان الفطر ده بيحتاج حراره عاليه عشان تتخلص من السم بتاعه. بس بعد ايه يا ست الكل، ما خلاص اللي حصل حصل. وبيتعرفوا بقى على بعض وبيعرف انها رئيسة الطهاة في مطعم البيت السماوي. كنت مفكرة ان علاقتنا هتكون متوترة عشان احنا منافسين، بس شكلنا انا وانت طلعنا توأم روح. شيا وحبيبي لو سمع الكلمتين اللي طالعين من بقها ده هيروح فيها. وبيطلب تيان منها انهم يعملوا منافسة طبخ صغيرة بينهم النهاردة، وبيظهر 2 كبار من جمعية الزواقة، وبيكون بينهم ابو تيان كبير طهاة المطبخ الملكي ومعاهم طفل صغير، وكله مستغرب مين الطفل ده. وواحد بيقول ده الشيخ اللي عمره ما بيشيخ، وبيكون ذواق اسطوري، والاسطوره بتقول ان عمل مرقه بتخليه شاب للابد. وواحد من الذواقه بيقول له انت عمرك اكتر من 100 سنه لازم تهتم بسلامتك، وكله مصدوم من عمره. وبيطلب تيان منهم انهم يدوهم التحدي، وعنوان التحدي اللي الشيخ الشاب ده عمله ليهم لحم بقر ظل المصباح. وطبعا كله مستغرب عشان ده طبق بسيط وكله عارف بيتعمل ازاي، بس التحدي انهم يبتكروا نسخه جديده من الطبق ده. بابا تيان انسحب من لجنة التحكيم عشان ما ينفعش يحكم على ابنه عشان خايف ما يكونش موضوعي في الحكم، وبيقعد مكانه أميرة مجنونة شوية اسمها الأميرة ليولي. الأميرة دي اللي جابها هنا دلوقتي، أول ما سمعت إن تيان فتح مطعم سابت اللي في إيديها وطلعت تجري، بتفقد عقلها أول ما بتسمع كلمة أكل. وبيكون كمان الأمير المتحرش والأمير هيريان أخو الأمير جينج موجود، وبتبدأ بقى المسابقة بينهم، وكل واحد فيهم بيستخدم طرق وأدوات جديدة. واحد من الحكام بيلمح ليهم وبيقول لهم وقفة الطهي ليا وتحسها وقفة واحدة ست، ده هيجي لهم صدمة يا جماعة لما يعرفوا إنها بنت فعلا. واتنين من الحكام بينبهروا من أكلهم جدا، وبتكون النتيجة بينهم التعادل، بس الوحيدة اللي لسه ما دقتش الطبق التاني بتاع ياو هي الأميرة، وبالتالي هي اللي هتحدد نتيجة الفايز. وطبعا طبق ياو أثر على قلب الأميرة بطريقة ما لأنه فكرها بطفولتها، وبكده حبيبتنا ياو الشاطرة اللي ما فيش منها 2 كسبت، وبيقدم لها تيان هدية بمناسبة إنها كسبت سكينة معمولة من السيراميك، وسكينة مميزة جدا ومش هتقدر تلاقي زيها في أي مكان تاني. تاني يوم بيبلغ صاحب المطعم البيت السماوي واخته ياو انهم هيتقاعدوا عشان هيرجعوا للريف يعتنوا بابوهم وامهم اللي تعبانين، وانهم بلغوا باقي الطهاه في المكان بكده وانها هي اللي هتكون المسؤوله عن المطعم. ياو اول ما سمعت كده تخيلت حياه الاغنياء في ثواني، ده حتى تخيلت ياو بقى عروسه، ما هتبقى غنيه بقى يا جماعه، هي هتكون الملك المؤقت ورئيسه الطهاه كمان.
وبعد ما بتمشي بيدخل عليهم شياو وبيقول لهم أنا سمعت إنكم هتتقاعدوا وإن ياو هو اللي هيمسك إدارة المكان كله، فأنا عاوز أستثمر في المكان ده. أول يوم بقى لياو كصاحبة مكان بتقول لهم أنا قررت أعمل حاجة جديدة في المطعم ده، مشروع الوجبات الجاهزة للناس اللي مش بتلاقي مكان لما يكون المطعم زحمة. يلا في أي أفكار يا شباب؟ ومعرفش يا جماعة الأمير جينج قاعد وسطهم بيعمل إيه بصراحة، بس هو بيطلع أفكار على الأقل بيقولها. مهرجان الأشباح والمعروف باسم مهرجان الفوانيس هيكون بعد 5 أيام، وبتيجي فكرة كده لياو ولسه راح تبدأ فيها بيدخل عليها حبيبنا شياو واللي بيطلب منها إنه يتكلم معاها. معلش مش فاضية هخلص ونتكلم. قلبها عاوزه بس لما بتشوفه مش عارفة ليه بتكرمش وشها عليه. المهم بتعمل فكرة مصباح ممكن يتاكل والكل منبهر من الفكرة دي. ولما بتروح تتكلم مع شياو ومفكرة بقى انه هيطلب منها يخرجوا سوا في ديت في المهرجان، انا عاوز اخدك المعبد لتقديم العبادة للاجداد. عاوز ياخدها يا جماعة المقابر، قمة الرومانسية. وبتعدي الايام وبتنجح فكرة الفوانيس الجديدة بتاعت ياو. وفي مشهد تاني بنلاقي مساعد شياو سون بيتكلم معاه وبيقول له انا عرفت ايه اللي حصل مع السيده ياو، وان سيد عائله وي الصغير كان هيتجوزها، وقبل يوم الفرح وقع في حب يي جين رونج الشابه من عائله يي، بس انهاء الخطوبه كان غير اخلاقي، عشان كده تواطأ عائله وي مع معقل الرياح السوداء عشان يخطفوا العروسه لتجنب التأثير السلبي على سمعتهم. طيب هل في دليل؟ وصلت خادمة عائلة يي النهارده للمدينة هنا، وهي اللي ربت السيدة، وهي الوحيدة القادرة على تأكيد هويتها، واسم الخادمة دي لي. بس عائلة وي أول ما عرفوا إنها وصلت هنا بعتوا ناس من عصابة الرياح السوداء لبيتها عشان يتخلصوا منها، بس أنا بعت مقاتلين لهناك. وبيقرر يروح شياو لهناك، وطبعا المكان اللي هو رايحه بيكون تحت ايد الامير هيليان، فبيقول له ابعت للامير هيليان رساله اطلب فيها المساعده وانا هروح لبيت لي. وفي مشهد تاني بتقعد ياو تستنى شياو عشان هو قال لها هاخدك في ديت يوم المهرجان حتى يا جماعه لو كان المقابر، بس للاسف هو ما وصلش. وبنلاقي الامير جينج هو اللي وصل وراحت معاه بقى للمهرجان واستمتعت جدا. تاني يوم بنلاقي شياو وسن بيتكلموا وبنعرف من كلامهم ان الخادمه ليه بقت بامان، وكمان الحمد لله ان ياو متنكره كراجل ومحدش يعرف هي مين. وبيقرر بقى شياو يروح لياو يصالحها عشان ما ظهرش امبارح في مهرجان الفوانيس. وطبعا اول ما بتشوفه بتلوي بوزها شبرين وبترزع له الميه والشاي على الترابيزه ومش طايقاه خالص. وبتظهر بقى مشكله في المطعم ان في حد اجنبي بيرجع كل الاكل اللي بياكله، ولما بتروح ياو تشوفه بيترجاها انها تعمل له اكل من بلده الام لانه مش قادر يتقبل الاكل هنا خالص وانه بالمنظر ده هيموت من الجوع. فبتستغل ياو الفرصه عشان تغش ياو وتقول له حاضر من عينيا، وكمان هقعدك في الأوضة الخاصة هنا في المطعم، الأوضة الخاصة بالأمير شياو. شياو طبعا اتغاظ بس مش هيقدر يفتح بقه. وفي مشهد تاني بيروح شياو لعند الأمير هيليان واللي بيقول له مفيش داعي تشكرني على مساعدتي ليك امبارح، فبيحرجه وبيقول له أنا جاي أطلب حاجة تانية خالص، محتاج منك توفر لي كام أكلة كده من المنطقة الخاصة عندك هنا بأكل الأجانب. حبيبي دايما بيفكر ازاي يساعد ياو. واللي بنلاقي في مشهد تاني الشخص الاجنبي ده مش عاجبه اي اكل، وياو الامير جينج تعبوا خلاص منه. وطبعا عشان جينج لازق فيها دايما عارفين طبعا شياو بيتخلص منه ازاي. الخلطه السحريه اخوه الامير هيليان بيبعت له اخوه يجري وراه يلم من الشارع شويه، وبيدي ياو المكونات اللي جابها عشان تعمل اكل للاجنبي ده، وبتعمل له احلى بيتزا ايطاليه واللي بيكون طاير من الفرحه بالاكل ده. وطبعا الشخص الاجنبي ده بيكون رسام وبيعمل رسمه هديه مخصوص لياو، وكمان بيديها حبوب الكاكاو هديه. وطبعا اول ما بتشوف الرسمه بتفتكر انه ممكن يكون الفنان المشهور برسوماته في العصر الحديث ده، كده في ايديها ثروه كبيره قوي. تاني يوم بتقدم ياو لاتيه مرسوم عليه وش شياو وهو قاعد منبهر، بتشكره عشان ساعدها امبارح وجنب مكونات الاكل للفنان الاجنبي ده. وبتكون بينهم لحظه رومانسيه وبيقول لها ياو في مهرجان الفوانيس انا كنت ولسه هيكمل ووشها احمر. بيقطعهم اميرنا المزعج مهدم اللحظات الرومانسيه. شياو جاب اخره خلاص من الامير جينج ده، هو انت جيت برضو من غير اذن اخوك؟ ما تقلقش اخويا سمح لي المره دي. الغريب ان اخوه سمح له ان يجي واخوه اصلا مستغرب ليه جينج وشياو على طول قاعدين مع الطباخ في مطعم البيت السماوي. وبيطلب جينج من ياو انه يكون الطباخ في مأدبة عيد ميلاد في منزل عائله هيليان لكبيره العيله، وبيطلب من ياو انها تعلمه يعمل طبق مميز يطبخه بنفسه يقدمه لكبيره العيله دي. وطبعا شياو الغيور بيقولها وانا كمان، وبتبدا تعلمهم وبيعملوا كيك. بس شياو مش بيقدر يستحمل من الغيره لما بيلاقي الامير جينج وياو مندمجين قوي مع بعض وبيضحكوا، فسابهم ومشى وراح لحقل ينفس عن غضبه بالسيف. وياو طبعا لاحظت وراحت بالكيك وبتحاول تصالحه. مش عاوز تاكل منها ولا ايه؟ لا بجد ده انا عاملاها مخصوص عشانك يا خساره. وبتقرب منه وبتقول له دي اسمها كيكه الحمار. ويا عيني بيضعف قوي لما ياو بتقرب منه وبيعمل نفسه مش مهتم. يعني ايه كيكه الحمار دي؟ طبعا ياو ما تنفعش تقول عليه ان هو الحمار المقصود. الحمار حيوان الهي مجتهد وشجاع وصبور، والاهم من كده انه وسيم جدا. عيب الوحيد انه مش بيعرف يتكلم. هو انت بتستخدمي حيلة الكيكه دي عشان تقولي ان مهاراتي في الكلام وحشه؟ ايه ده انا برضو اعمل كده؟ يا ظالمني انت. وبوش كل براءه. ايه بقى مش هتاكل منها حته وتكبر بخاطري؟
وشه بيحمر ومش بيقدر يقاوم حلاوة وجمال وظرافة ياو، وبياخدها منها وبيقول لها يا ريت ما تكونيش كده مع باقي الرجالة، خليكي بالظرافة دي معايا أنا بس، مفهوم؟ حاضر. وخصوصا الأمير جين. خلاص فهمت. وطبعا أول ما بياكل قطمة من الكيكة بينبهر من طعمها كالعادة، ده المتوقع من أكل ياو. ولما بيحاول يقول لها حاجة بتقول له ما تقلقش أنا فاهمك قوي، وبتشيل باقي الكيكة اللي على بقه، واندمجوا خلاص مع بعض الرومانسية بتزيد. يقوم السواق اللي ياو جاية معاه بيبوظ لحظتهم الرومانسية. هو أنا قاعد مستني في المطر كل ده؟ هو أنتوا خلصتوا كلام ولا لسه؟ أنا عاوز أجرتي. صح ادفعها أنت بقى. ياو بتعرف تستغل الفرص كويس قوي. تاني يوم بنلاقي الأميرة المعجبة بأكل ياو اللي اسمها ليولي واقفة متنحة لما شافت شاب وسيم، والشاب ده أخو شياو واسمه تشو فينج، ومن الواضح إنها بتحبه قوي بس بتتصدم لما بيكلمها برسمية لأنهم كانوا أصحابه من هم صغيرين، وده الشخص الوحيد اللي هي بتحبه، فبتقرر تتجاهله وتمشي من جنبه من غير ما تبصله، وهي يا عيني ماسكة دموعها بالعافية. وبتدخل ليولي مطعم البيت السماوي وهي مبلولة تماما من المطر وبتعيط، وبتاخدها ياو بقى الأوضة تغير هدومها وتستريح. ولما بتحاول ياو تساعدها بتقول على ياو متعرش. ياو نسيت إنها بتنكرها كراجل، فبتحاول بقى تهديها وتقرب منها بحذر، وبتحكي لها بقى عن الشخص اللي هي بتحبه وبتحضنها، وبتقعد تعيط لها وبتقول لها هو مش فاكرني خالص. طبعا مين دخل عليهم واتصدم؟ الأمير جين. شايف خيانة بالنسبة له الأميرة ليولي في حضن ياو، وبتقمص بقى دور الواد المجروح. أنا فكرت إن مفيش بينا أسرار، الوعد اللي كان بينا إننا نصارح بعض بكل حاجة طلع كدبة. جينج في سوء فهم، أنا خلاص مش مرغوب فيا، أنا هيليان جينج مش هاجي هنا تاني خالص. يقوم يديله شياو بالقلم على وشه ويقول له يبقى خلاص ما تجيش، ورينا عرض كتافك، ده يوم السعد ولا إيه؟ وبتقلب بقى خناقة، فياو بتزعق لهم وبتقول لهم يلا كلكم قدامي على المطبخ، وبتعمل لهم حلوى من حبوب الكاكاو اللي الفنان الأجنبي اداها لها يوم ما عملت له أكل، وبتخليهم يساعدوها، ما هم مش هياكلوا كده على الجاهد وخلاص. وعماله تضحك عشان المهمه دي اللي بيعملها اصلا الحمار. انا اول مره يا جماعه اشوف قصه حب البطله عماله تهزق في البطل كده. الحمد لله انه مش بيقرا افكارها، كان عمل منها بطاطس محمره. ولما بيدوق الحلوى كل واحد فيهم بيفتكر ذكرى معينه، تقريبا الشوكولاته بتنشر الحب في الاجواء، وبتفتكر ليولي ذكرياتها مع تشوفينج وهم صغيرين ووشها بيحمر، وبتاخد قطعه زياده من الحلوى وبتطلع تجري تروح له. سعاده الاميره بقالي كتير ما شفتكيش، انت ليه جريتي بس اول ما شفتيني؟ ما بتعرفش ترد وبتديله قطعه حلوى، وبيقعدوا بقى يتكلموا ويضحكوا مع بعض. وفي الاخر طلع سوء فهم بينهم، كانت مفكره ان هو مش فاكرها. احنا البنات قماصين شويه، ممكن نقلب التعامل الرسمي في دماغنا فيلم دراما كامل. تاني يوم بتروح يا وباقي طباخين المطبخ السماوي لقصر عيله هيليان، واللي بيجري عليهم الامير جينج وهو بيصيح الحقني ايها الطباخ ياو، المكونات بتاعه الاكل كلها باظت ما عدا اللحمه، كان بسبب سوء التخزين والمطر، والمكونات كلها نادره ومش هنعرف نجيبها تاني. واخوه بيظهر يزعق له كالعاده، واللي بتنقذه كبيره العيله دي واللي معمول عشانها المأدبه عشان عيد ميلادها، وبتقول لهم ممكن نأجل المأدبه، بس بيقول لها اخو الامير جينج الامير هيليان انه مش هينفع لان كل الضيوف خلاص يعتبر جايين، وكمان فرقه الاوبرا على وصول. فبتيجي فكره لياو وبتقرر تعمل لهم حاجه جديده، حفله شواء، وإن الضيوف يقدروا يشووا الأكل بنفسهم. وطبعا المأدبة كانت حلوة جدا والضيوف كلهم اتبسطوا. وكان قبلها بيوم ياو وشياو عملوا تمثال منحوت من التلج والفواكه هدية للأميرة، ومعمول من الفواكه اللي هي بتحبها، وأول ما بتاكل قطمة منها بتعيط، فكرتها بأيام شبابها وحبها مع جوزها. وبيقدم لها جينج كيكة عملها مخصوص ليها واللي علمته يعملها ياو، وبتنده الأميرة دي لياو وبتشكرها إنها مش بس ساعدت عيلة هيليان، لا كمان فكرتها بأيام شبابها. والأهم من ده إنها علمت ابننا الأمير جينج إزاي ينضج، الحاجة اللي مقدرش أخوه الأمير هيلين يعملها. قصفت جبهة الأمير هيلين اللي قاعد مستغرب إن إزاي ياو برضه كسبت قلب الأميرة. وبيقاطعهم مرسول من الإمبراطور واللي بيقول فيه إن الأميرة ليولي بتحب الطباخ لياو، وبالرغم من إنه مش من عيلة كبيرة خلاص وافق إنهم يتجوزوا. إيه المصيبة السودة دي وإزاي حصلت؟ بياخد شياو ياو على جنبه وبيتكلموا، وأميرنا الوسيم بتعصب على الآخر. إيه حكاية مرسوم الجواز ده؟ والله أنا معرفش حاجة. هو انت نسيتي انك واحده ست مش راجل؟ بنلاقي مين سامعهم بقى؟ اخوه تشوفينج وكراش الاميره ليولي، بيقترح عليهم بقى انهم يروحوا للقصر عشان يتكلموا مع ليولي ويفهموا ايه اللي حصل. وبنكتشف ان ليولي ما كانتش تعرف حاجه عن مرسوم الزواج ده ومصدومه. بينو المساعد بتاعك هو حلقه الوصل اللي بينك وبين الامبراطور، فبتنادي عليه عشان تفهم ايه اللي حصل. عندي سؤال ليك، ازاي جلالته اصدر مرسوم زواج ليولي من ياو؟ فبيحكي لهم بقى ان في يوم شاف ليولي راجع من القصر مبسوطه واسمعها بتتكلم بصوت عالي مع الارنب بتاعها عن مشاعرها، وطبعا المكان اللي كانت راجعه منه البيت السماوي. كان بيحاول يشغل دماغه بقى ويا ريته ما شغل دماغه. وفي يوم بيساله الامبراطور ليه ليولي فقدت شهيتها الفتره الاخيره، فبيحكي له بينو الرغاي اللي مش فاهم اي حاجه ان ليولي دايما بتكون مكسوفه جنب لياو شيف مطعم البيت السماوي، وان سماحه بتكلم نفسها عن حبها ومشاعرها. بنلاقي الامبراطور اتعصب، ازاي مجرد طباخ يستخدم مجرد قطعه حلوى لاغراء بنت اخويا الكيوت؟ لازم نقطع راسه حالا. لا يا صاحب الجلاله، هنعمل ايه لو ليولي زعلت؟ بيقلب من العصبيه للحزن.
صغيرة ليولي كبرت بسرعة وبقت تحب حتى لو كان طباخ مش مهم طالما ليولي بتحبه، وعلى طول حرر مرسوم الزواج. انت مجنون؟ مفيش علاقة بينه وبين ياو. يا لهوي، ده المرسوم اتصدر خلاص وفستان الزفاف بيتجهز. لو الأميرة أبطلت عقد الزواج ده فلازم ليه ياو يموت عشان يحمي سمعة الأميرة. بينه خلاص هيموت من الكارثة اللي هو عملها، يتمنى الأرض تتشق وتبلعه حالا. طيب المحادثة اللي بيننا النهاردة دي ما تتقالش للإمبراطور وإلا نهايتك هتكون على إيدي. حاضر، الإمبراطور غلط وعادي، بس ليه أنا يتقطع راسي؟ بيكتم شياو بقها بإيده عمالة تصيح وعاملة إزعاج. أخي ليه ياو، أنا أسفة جدا عشان اتسببت بسوء فهم من طرف عمي. أنا فقدت بابايا ومامتي من وأنا صغيرة. عمي من وأنا صغيرة بيبذل جهده إنه يساعدني. شياو بياخد ياو على جنب وبيقول لها الطريقة الوحيدة عشان تنقذي نفسك إنك تقولي للأميرة إنك واحدة ست عشان هي اللي تبطل مرسوم الجواز ده. وبتاخدهم ليولي لمطبخ قريب من قلبها لأنها وهي صغيرة كانت واحدة زي أختها بتطبخ لها هنا، والأكل ده دخل قلبها عشان ساعتها تتخطى عدم وجود باباها ومامتها. وبتعمل عصير ليها بنكهة اليوسفي بيفكرها بأختها دي. بما إن أختك الكبيرة ما عادتش هنا اعتبريني مكانها، من هنا ورايح هعمل لك انا اكل لذيذ. يعني انت بمثابه اختي الكبيره صح؟ انا ما اعرفش ليه يوم متنكر كراجل، بس مش مهم، انا هروح لعمي واشرح له. استني، عشان اي غلطه صغيره هتبوظ الدنيا. انا عندي خطه ازاي هتقنع عمي ان يلغي الجوازه دي. الخيانه ليست شيئا يمكن حله بالاقناع، توقيت هو كل حاجه في اللحظه دي. لما يكون جلالته في مزاج حلو هيبقى لينا فرصه صغيره. وكلهم قاعدين يحاولوا يفتكروا مواقف مع جلالته واللي بيكون فيها دايما متعصب وعمرهم ما شافوه سعيد. فبتقترح ياو انها تعمل اكل مخصوص لجلالته. هل هناك شخص في هذا العالم لن يكون سعيدا بعد تناول طعامي؟ ولما بتلمح ارنب ليولي عينيها بتلمح، شكلها عاوزه تعمله مع شويه ملوخيه. ارنبي مش للاكل، انا بقصد العشب اللي في بقه. ازاي هتقدمي عشب لجلالته انت اتجننتي؟ وبتفتكر ليولي فعلا موقف كان جلالته سعيد جدا معاه، كانوا بياكلوا نودلز وهو اللي كان طبخها. فبتقرر ياو انها تعمل الاكله دي وكلهم بيدوقوه وعقلهم بيطير من الطعم الخرافي. بس ناقص حاجه في الطبق ده، مكون سري بيستخدمه جلالته، يا ترى هيتصرفوا ازاي؟ وفي مشهد تاني بالله اخو جينج وكبيره العيله بيتكلموا ومش فاهمين ليه جينج حزين. فبتقرر تاخد له اكله وتروح له وبتقول له انا عارفه انت ليه زعلان عشان ياو مش كده؟ اميرنا جينج دمعته على خده على طول، بيدخل في حضنها وبيعيط. انا حاسس اني مش طبيعي عشان منجذب لراجل. وبتصدمه وبتقول له ان الطاهيه وبنت مش راجل. جينج بيتجنن لما بيسمع الكلمه دي. ازاي يعني؟ ايتها الحكيمه انت متاكده من الكلام ده؟ هو انت ما لاحظت الصدر يا وتفاحه ادم؟ وبيفتكر فعلا انه لما كان بيصحيها كان عندها صدر. معرفش ازاي العبيط ده ما عرفش من يومها. وفرح جدا وبيتنطط. انا طلعت بحب البنات الحمد لله، ما طلعت الشمال. كده عقد الجواز بتاع الامبراطور هيتلغي بما انها بنت. للاسف الموضوع مش سهل، دي خيانة عظمى وعقوبتها الإعدام. بس في حل. اليشم اللي أنا سلمته هدية لياو في نهاية المأدبة هو الحل. اليشم ده هدية من جوزي الراحل اللورد هيليان. في الوقت ده المشاكل كانت كتير جدا في القصر وبره. تخلى اللورد هيليان عن كل حاجة عشان يحمي الإمبراطور المتقاعد، وتأثر الإمبراطور المتقاعد بولائه وبقى أخوات بالدم، ومنحوا لقبا شرفيا وأهداء اليشم ده. يمكن استخدام اليشم ده لإنقاذ حياة أحدهم. بس ياو مشت مستعجلة وما خدتش اليشم. باخده من مامتك وبيجري جينجي جري باليشم عشان حبيبتنا ياو. وفي مشهد تاني بتعمل ياو طبق النودلز اللي قالت لها عليه ليولي. وطبعا كانوا دخلوا تهريب مطبخ جلالته الخاص عشان يطلعوا المكون السري اللي بيستخدمه، وبيقدروا فعلا يلاقوه. والمساعد بتاعه بيقدم الأكل لجلالته وهو مرعوب بيقول إن الطبق ده ليولي بعتلك. بيفرح قوي لما يعرف إنه من ليولي، ولما بيكشف الغطا عن الطبق بيقول ده مجرد طبق نودلز متقطع بالسكين. هي ليولي متعرفش ان انا الشخص الوحيد اللي بيعرف يعمل نودلز حلوه؟ جلالتك ده رمز محبه الاميره ليك، ما تكسفهاش بقى. مجرد ما بياكل قطمه عقله بيروح في حته تانية خالص. بيفتكر ذكرياته في الحرب مع اخوه الكبير بابا ليولي، وبيفتكر ان اخوه كان بيعمل النودلز دي مخصوص عشان هو بيحبها، وانه كان بيدافع عنه وبيجذب الاعداء ليه هو عشان يحميه، ووصاه على البلد وبنته قبل ما يموت. وبيمر بقى الطباخ اللي عمل الاكل يجيله اول ما بيدخل ياو. الامبراطور بيقول لنفسه ده وشه منسون وجسمه هزيل جدا، ازاي ليولي تحب النوع ده من الرجاله؟ ده مفيش فيه ريحه الرجوله خالص، كلك نظر والله. هو انت اضفت عصاره البتوله البيضاء للنودلز؟ ايوه يا صاحب الجلاله، انت ازاي عرفت؟ انا سمعت من شو فينج ان جلالتك والملك تشيتشيان قتلتم على الحدود الشماليه، بس مصدر المياه كان تحت سيطره القوات المعاديه. لحسن الحظ كان موجود غابه بتوله بيضاء قريبه، عشان كده استنتجت ان الملك تشيتشيان الهمك انك تستخدم مياه اشجار البتوله وتفوز في الحرب. صاحب الجلاله مصدوم لانه ما قالش لحد قبل كده عن الموضوع ده. يبدو ان تزويج ليولي للشخص ده مش امر سيء. صاحب الجلاله انا عاوزه اتكلم معاك عن الجواز. شكل ليولي عرفت بالموضوع، انا مش عاوزه اتجوز منه. مش انت اللي كنتي قلقانه ان ليا ممكن ما يقبلش مشاعرك؟ وبصوت عالي بتقول انا كنت بفكر في تشو فينج. تشو فينج وشه قلب احمر في ثواني، فعمها بقى بيحاول يقنعها بليا وانه هيعتني بيها
وكانت هتقع بلسانها وتقول إنه بنت، بس لحقت نفسها على آخر لحظة. جلالتك ممكن أقول لك قصة وبعدها تكرر موضوع الجواز ده؟ فيما يتعلق بمهمتي في معقل الرياح السوداء، أراد زعيم البلدة اختباري، فأمر الزعيم الثاني بخطف فتاة عشان يجوزوني بيها، وبما إني كنت جاسوس أقصى حاجة ممكن أقدر أعملها لها إن أسيبها عايشة في القرية. وبعد أن ساعدني هيليان شوان من تدمير البلدة أهملتها، وحدثت فوضى ووقعت من على منحدر واختفت بعد كده. وبعد كده فضلت أدور عليها واكتشفت إن أصلها غريب جدا. كانت الابنة الكبرى لنائب القاضي في يانشو، وكانت مفروض تتجوز من ابن قاضي جينان، ولكن قبل الجواز الابن كان معجب بالبنت التانية مش الكبيرة، وعشان كده عملوا اتفاق مع زعماء معقل الرياح عشان يبدلوا البنتين. وهل عيلتها وافقت على ده؟ ايوه، والوحيده اللي تعرف عن الموضوع ده الخادمه لعيلتي. وطبعا حبيبتنا يا وعينيها بتلمع وبتقول لنفسها انت عملت كتير عشاني لما كنت غايبه. الاب انتهازي وما كانش مهتم ببنته الكبيره، وكمان سبح لمراته التانية تعذبها كمان، ومراته وبنته التانية اتعاملوا مع الابن وعيلة القاضي عشان يحققوا ده. وطبعا الامبراطور متعصب قوي من القصة دي. وبما انك بقى دورت في الموضوع كويس، يا ترى لقيتها ولا لا؟ ايوه انا لقيتها، وهي رئيسة الطهاة في مطعم البيت السماوي لي ياو. نعم، وبيركعوا على طول عشان يطلبوا السماح من الامبراطور. طبعا قالوا له القصه كامله عشان يكسبوا تعاطفه. الامبراطور مصدوم وقعد على الكرسي تاني وبيقول لنفسه انا حاولت اجوز ليولي البنت. والمساعد بتاعه بيقول لي ياو انت تنكرت على هيئه راجل وخدعت جلالته، انت تستحق الموت. وحبيبنا الامير جينج بيوصل وبيحاول يوقفه ما يدخلش عشان الامبراطور متعصب جدا. انا امركم انكم تدوا السم لي ياو. شياو اتصدم، لكن جلالته كمل كلام وقال اعلنوا ان لي ياو مات اثناء تذوق الطعام الخاص بيه. بالطريقه دي اقدر احافظ على سمعه ليولي وامنح لي ياو شرف الموت. بيتدخل الامير جينج بسرعه وبيقدم له اليشمع عشان ينقذ حياه ياو. وبالليل الامبراطور ساكت وبيكلم نفسه بيقول الحقيقه الموضوع ده غلطتي من البدايه، انا كنت عاوز اسامح لياو بس ما اقدرش اتراجع عن كلمتي كامبراطور. بما ان عيله هيلين قدمت اليشم اقدر اتقبل بقى الموضوع. وبيكلمهم لياو انا هسامحك على جريمتك الكبيره دي، بس ما اقدرش اسيبك من غير عقاب. هديك تحدي في الطبخ. كلهم بيفرحوا وتشال من على قلبهم هم كبير. والامير جينج بيطلب طلب تاني من صاحب الجلاله، انا عاوز اطلب طلب تاني، ارجوك اسمح لي اتجوز ياو. شياو اكيد هيعمل منه بطاطس محمر. شياو بصوت عالي يا صاحب الجلاله، انا لما كنت في معقل الرياح السوداء كنت متزوج بالفعل من ياو. اليشم بيقع من ايد جينج ودمعته بتكون على خده خلاص وطلع يجري، قلبه اتكسر يا عيني. بس في اوقات حاجات احنا عاوزينها بس مش بتكون من نصيبنا. وبالرغم من ان عقوبه الاعدام اتلغت بفضل اليشم، لكن ما ينفعش نسيب الامير جينج يمشي هو بالحاله دي. لو انتشر الموضوع ده هيضعف هيبة العيلة الملكية. بأمري في خلال 3 أيام لازم تعمل طبق لم يشهده العالم من قبل، وموضوع التحدي هو الوطن. لو ما قدمتش حاجة في خلال 3 أيام هتقضي باقي حياتك في السجن الإمبراطوري. أنا قابلت القرار يا جلالتك. تاني يوم بتكون ياو في مطعم البيت السماوي وكل عمال يقترح عليها أفكار الأكل للمسابقة. وبيقول لها شياو أنا عارف المكان اللي هيلبي ذوق الإمبراطور وموجود فيه كل المكونات، والسيد لي سمح لهم يدخلوا المطبخ الملكي، والمكان ده فيه أقسام مختلفة وكبيرة ومكونات مختلفة من جميع أنحاء العالم. وبيعدي اليوم الأول واليوم التاني وياو قاعدة تجرب في الوصفات، ويا عيني بتقعد على جنب بتنام من التعب، ويجي شياو بياخدها في حضنه الحنين. تصحى تاني يوم بتلاقي نفسها في مكان مختلف وشياو بيقدم لها أكل. شياو أنا بعمل إيه هنا؟ كلي بس الأول عشان مش هيكون عندك وقت تاكلي بعد كده، كلي بس وأنا هروح أطمن عن الأطفال. أطفال إيه؟ إن شاء الله مش هيكون حبيبنا شياو متجوز بالسر وعنده أولاد أو حاجة يا جماعة. بيدخل شياو على الأطفال وبيزعق للبنت الكبيرة إنها بتضايق أخوتها الرضع، وبتجري على ياو أول ما بتشوفها بتقولها ماما وبتغيظ في شياو، وياو مش فاهمة أي حاجة، وبيفضلوا طول اليوم يعتنوا بالأطفال وطالع عينهم. وفي نهاية اليوم بنلاقي ياو قاعدة بتطبخ وبيجي شياو من وراها وبيحضنها وبيقول لها 6 سنين مروا بغمضة عين. 6 سنين إيه؟ أنت قلتي لازم نحتفل كل سنة بعيد جوازنا، والنهاردة عيد جوازنا السادس. طبعا كلنا جالنا ايرور ومش فاهمين حاجة، وبيقربوا من بعض ولسه هيبوسوا بعض بتطلع ريحة الأكل وكان هيبوظ، ولسه هياخدوا البوسة التانية بتقطعهم بنتهم الصغيرة. وفجأة بتصحى ياو من الحلم، وطلع حلم يا جماعة، ويا له من حلم جميل طبعا. وبيقدم لها شياو الأكل وبيقول لها كلي لسه اليوم طويل، أنا عرفت خلاص إيه هو طعام الوطن. بتبدأ ياو تطبخ وبتطلع الطبق النهائي، مستنين بقى رأي جلالته، واللي بياكل من هنا ومش بيصدق الطعم اللي هو أكله والنكهات اللي هو تذوقها. إزاي خطرت فكرة الطبق ده ليه؟ في خلال ال3 أيام اللي فاتوا حاولت كتير بس بدون فايدة، لحد ما حلمت حلم كان عبارة عن كوخ صغير مع حديقة، والبيت ده أنا اللي بنيته مع الشخص اللي بحبه. بالرغم من إن عياط الأطفال بيصحينا كل يوم الصبح كنا صبورين وفضلنا نلعب معاهم بحب. كل متاعبنا بتختفي لما بنشوفهم بيضحكوا، وأحيانا بننسى بعض الذكريات المهمة، بس وجودنا في البيت بيفكرنا دايما بالأوقات دي. بالرغم من إني بعمل وجبة بسيطة إلا إنها بتقدر تمنحك شعورا بالطمأنينة. هذا الشعور لن يدوم طويلا على برام التذوق، بس الفرح والسعادة اللي بنحسها بيها وقتها
هتبقى في ذكرياتنا للأبد، وهو ده طعم الوطن. وبكده ياو اجتازت الاختبار بنجاح، والإمبراطور منحها العفو الكامل، وبتطلب بقى من الإمبراطور إن هو يسمي الطبق اللي ياو اخترعته. والإمبراطور بيقول لها بسبب ابتكارك للطبق الشهي ده تستحق مكافأة. أنا عندي أمنية واحدة، بما إن تم انتحال هويتي الحالية من عيلتي مش عاوزة استخدم الاسم ده تاني. طبعا بتستخدم اسمها في العالم الحديث كاجيا ياو. وبيقرب جلالته من شياو وبيقول له ايه رأيك بقى تتجوزوا دلوقتي بهويتها الجديدة. ياو مصدومة من السرعة دي، ازاي نتجوز بغمضة عين كده، احنا رجال عسكريين، السرعة امر بديهي، جيب المهر وتقدم لها بكرة. تاني يوم بيبدأ بقى مطعم البيت السماوي يجهز لحفل الخطوبة، وياو بتاخد شاور وشايلة هم الدنيا فوق اكتافها زي اي بنت مننا. ازاي هتعامل مع حماتي، ده اكيد هتطلب مني اجيب قرطة عيال، الزمن ده بيحب يخلفوا كتير. بالاضافه لده لو اتجوزنا فعلا كده هضطر اكون معاه لبقيه حياتي. لبقيه حياتي. بس لو ظهرت لي فرصه اني امشي من المكان ده وارجع للعالم بتاعي هعمل ايه. وبتلبس ياو ملابس بنت لاول مره بعد فتره، واول ما بيشوفها شياو بيتجنن من جمالها وبيقدم لها ورده جميله شبهها كده. مهما يحصل انا عمري ما هسيبك تاني، وهحرص انك تكوني سعيده دايما، بس انا عندي خطط وطموح. متقلقيش انا صاحب مطعم البيت السماوي وهسيبك تشتغلي عادي وبراحتك. بتتجنن ياو انه ازاي مخبي عليها كل ده الفتره اللي فاتت. وبيحتفلوا بقى اخيرا، ومين بقى بيكون موجود في وسط الناس وبيشوفها بعيون حزينه؟ الامير جينج. ولكنه ما بيكملش ثواني وبيمشي. وبيحتفلوا بقى مع باقي الطاقم في مأدبة كبيره، وياو بتعمل لهم مشروب خاص ليهم لازم تشتغل حتى بخطوبتها. وبيقعد شياو وياو بالليل يتفرجوا على السماء بالليل وبيناكفوا في بعض كالعادة، وأخيرا بقوا مع بعض. وبكده انتهى الموسم الثاني من الأنمي، واستنوا بقى الموسم الثالث هنشوف علاقة ياو وشياو بشكل أعمق. يلا أشوفكم في الملخص الجاي، باي باي. كانت معاكم شيلة، أشوفكم في ملخص الأنمي الجاي، باي باي. ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وكمان تشتركوا في قناتنا التانية آسيا شرارة لملخصات الأفلام والمسلسلات الآسيوية الرومانسية.